سفينة فضلت لوحدها في البحر ما فيهاش ولا واحد ولا ركاب ولا حد من طاقم السفينة لمدة 38 سنة، وكل شوية تظهر في مكان وتختفي وتظهر في مكان تاني. القصة بدأت سنة 1931. كان في سفينة بتنقل بضايع بين كندا وألاسكا، وفي يوم من الأيام حصلت عاصفة ثلجية كبيرة والسفينة اتجمدت في مكانها، فاضطر طاقم السفينة يسيب السفينة مؤقتا ويرجع لها تاني. بس لما رجعوا لها ملقوش ليها أي أثر، السفينة اختفت تماما. بس الأغرب إنها بعد أيام ظهرت في مكان تاني خالص، وده ما حصلش مرة ولا اتنين، ده فضل يحصل لمدة 38 سنة. السفينة ظهرت قدام سواحل كتير، بس كل مرة كانت بتختفي قبل ما يلحقوا يوصلوا لها. في ناس قالوا إن السفينة بتدخل بوابات زمنية، وفي ناس تانية قالوا إن في أشباح مسيطرة على السفينة، وفي ناس تانية رأيهم مختلف تماما، شايفين الموضوع طبيعي. السفينة كان وزنها خفيف وسابت الجليد من سنين، واللي بيحركها الطيارات البحرية. ولحد النهارده محدش قادر يفسر اللي حصل، ومحدش عارف مصير السفينة، هل لسه بتظهر في أماكن تانية ولا غرقت فعلا. بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.